الزلازل العلمية الفكرية يحاولوا يدخلون الذين سوف نناديهم إلى الجلسة التطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بالفكر الأشعري، ونطلب من الدكتور محمد يدير شنان أن يتفضل مشكورا، والدكتور مرزوق العمري، واخيرا الدكتور سليمان والحسان. بإسهام في مختلف النشاطات العلمية. أما عن الموضوع الذي اختصصت بالمشاركة في هذه اللقاء الثالثة لملتقى الخير لمستقبل المدرسة الأشعرية في العقائد، والتي حملت عنوان الأشعرية. كان موضوع مداخلتي عنوانها الأصول الأشعرية وأثرها في علم أصول الفقه، القياس والاجتهاد نموذجا. الفكرة هو أن من نظروا لعلم أصول الفقه من الأشاعرة كبارهم مثل الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والرازي والجويني، وكل هؤلاء كانت أصولهم أشعرية، أثرت فيما وضعوه من قواعد في علم أصول الفقه بالدرجة الأولى. كذلك أثرت في مجموعة من التعريفات، وكذلك في مجموعة من الاختيارات التي تدل على مذهبهم، وكذلك في المواقف. فكنا ذكرنا مجموعة من الأصول، مثل مثلا أن الحسن والقبح شرعيين ليس عقليين، وكذلك أن العلة القياسية إنما هي علة يعني في القياس جامعة بين الفرع والأصل، ولكن مع ذلك فهي ليست واجبة، ولكن القياس في النهاية في الاجتهاد هو جائز عقلا ليس واجبا. كل هذه آثار لأصول أشعرية في علم أصول الفقه. حاولت من خلال هذه المداخلة أن أذكر جملة من تلك الأصول وأن أبين أثرها في علم أصول الفقه، لأن من نظر لأصول الفقه هو نفسهم في العقيدة هم أئمة أشعرية.